ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. تجديد زيزو، والسؤال المطروح هو ليه زيزو ما جددش لحد دلوقتي؟ بس كله بيتكلم في كده. كانت الاداره بتقول هنجدد له بعد السوبر الافريقي، ما تجددلوش. هنجدد له بعد السوبر المصري، ما تجددلوش. هنجدد له بعد ماتش سيراميكا اللي فات ده، ما تجددلوش. طب ايه اللي معطل الدنيا؟ واكيد في حاجه معطله التجديد ده. هو يعني اصل يعني مش مشكله فلسطين، اكيد في حاجه غلط. بص يا معلم، اللي معطل التجديد بتاع زيزو حاجتين. سيبك بقى من ابو زيزو اللي انتوا عمالين تشتموه ده، لان هو الراجل شغال صح، الراجل بيلعبها صح. انت كمجلس ما لعبتهاش صح. يعني انت لو مش حابب تجدد له، طب ما كنت تبيعه تستفاد بفلوسه. انت النهارده وصلت لنقطه بايخه قوي في الاداره، الا وهي انت ولا عارف تبيعه. يعني انت حتى لو بعته مش هتاخد منه فلوس، ومش عارف تجدد له. بس انت ازاي بقى مش عارف تجدد له؟ انت ما تيجي تبص للي بيتقال واللي بيحصل والارقام اللي طالبها زيزو، خلاص كلنا هارشين. وبقى بالبلدي كده الكل عارف مين اللي هيجدد لزيزو. استاذ ممدوح عباس. الزمالك دافع شويه فلوس في هلمة الفلوس اللي هتدفع دي، شويه فلوس صغيره كمان. بص يا معلم، هتسالني ايه اللي موقف موضوع زيزو؟ اول حاجه ان الزمالك بلا رئيس. احنا ملناش رئيس للمجلس، احنا لنا رؤساء مش رئيس، رؤساء. وكل رئيس منهم له رأي مختلف عن التاني، وكل رئيس منهم شايف ان هو اللي همه مصلحة النادي. ودي كارثة من الكوارث. ليه كارثة من الكوارث؟ لان هم اتفقوا الا يتفقوا. كل واحد عامل له حزب، كل واحد عامل له شلة، كل واحد بيمهد للانتخابات الجاية. كل واحد شايف نفسه رئيس، وللمفروض الرئيس الفعلي لنادي الزمالك ما بيمارسش دور الرئيس. بص، في حاجة اسمها فوبيا مرتضى منصور. المجلس ده عنده حاجة اسمها فوبيا مرتضى منصور. هم حاطين مرتضى منصور قصاد عينهم، خايفين يقولوا، خايفين من جملة دول زي مرتضى منصور، فاحنا هنتشتم ونسكت عشان ما نبقاش زي مرتضى منصور. احنا هنشيع جو من الديمقراطية ما بين اعضاء المجلس، فكل واحد يقعد يهبد ويتر علينا عشان ما يبقاش مجلس زي مجلس مرتضى منصور اللي هو الوان مان شو. فوبيا، عندهم فوبيا من مرتضى منصور. وخلاصة القول ملفات كتير ما بتخلص. وخلاصة القول انت ما بتمنح الديمقراطية لمجموعة من المختلفين انت مش هتوصل لنتيجة. عزيزي كابتن حسين لبيب، شيء من الديكتاتورية المستنيرة، العقل ما يدورش، مش هيدور. على الأقل خالص هتخليك تحكم المجلس ده. ده انت في حالة ان انت عاوز تمارس دورك كرئيس لمجلس إدارة الزمالك، لكن للأسف انت مش قادر تمارس الدور ده لأنك لا تمتلك أهم ما يخليك تمارس الدور ده، وهو الفلوس. الرئيس الفعلي لنادي الزمالك هو الأستاذ ممدوح عباس. الأستاذ ممدوح عباس اللي بعض أعضاء مجلس الإدارة ما بيحبوهوش. الأستاذ ممدوح عباس الممول الرئيسي لنادي الزمالك، اللي فيه جزء من المجلس معاه ومنهم الأستاذ حسين لبيب، وجزء مش معاه ويقول لك بيتدخل ليه وبيعمل ليه وبيسوي ليه فالأمور من جوه مش على قرار واحد. لأن لو القرار خارج من واحد والواحد ده قوي قد قراره، ما كناش هنوصل للي احنا فيه ده. يعني انا هديك مثال. لو انت جيت المره اللي فاتت قلت لي انا هبيع زيزو، الجماهير تولع الجماهير. انا هبيع زيزو عشان استفاد منه ماديا، زي ما الاهلي عمل كده مثلا في موضوع رمضان صبحي. قال له لا انا عاوز، انا مش شوف طريقك. لكن انت
مش منطقي ان الناس كلها تشوفك حلو، مش منطقي ان انت عاوز الناس كلها تحبك بأمرتي. لازم هيبقى في مواقف قويه جدا الجمهور هيزعل منك فيها، واوريدي انت مكمل، لكن انت دايما عاوز تمسك العصايه من النص، ودايما عاوز ترضي جميع الاطراف، ومش هتعرف. فالدنيا بتغرق منك، الدنيا بتغرق منك. يعني قرارات صح، يا اما ما بتاخدوهاش، يا اما بتاخدوها متاخر، يا اما تسخنوا وتاخدوا قرارات غلط، فالدنيا متدربكه جوه بقى. فهو مجلس بلا رئيس او بمجموعه رؤساء، وكل واحد مقتنع فيهم ان هو صح، وكل واحد فيهم مقتنع تماما ان هو المدافع عن نادي الزمالك. طيب ليه زيزو ما جددش؟ يعني اقول لك ليه. عارف الحكايه بتاعت الراجل اللي كان بيجي لنا على القهوه زمان يقول لنا يا باشا انا مش شحات، والله انا مش شحات، ده انا نفسي ارجع بلدنا، انا مش بشحت، انا مش عاوز فلوس، انا عاوز بس حق تذكره القطر، دي التذكره ب100 وانا معايا 20 جنيه، فلو 80 جنيه واحجز التذكره وارجع بلدنا. عارف انت القصه دي؟ فانت تقوم بقلبك الطيب يا ريس تقول له يا عم انا مش هديك فلوس، انا هروح معاك لحد شباك التذاكر وهديك ال80 جنيه وتقطع التذكره وتركب. تقول له يا باشا طب ما تتعبش نفسك، طب ما تديني الفلوس. تقول لك لا، فلوس في ايدك نو فلوس، تذكره يس تذكره، مش دي مشكلتك، انا هحلها لك. هو ده اللي بيحصل في موضوع زيزو بالظبط. المجلس معاه 20 جنيه ومعهوش فلوس يجدد لزيزو. ممدوح عباس وما يسمون انفسهم برجال الاعمال قالوا له طب يا عم بال20 جنيه احنا هنكمل لك على 20 جنيه بتاعتك دي يا عم، حلو، ونجدد لك للراجل. انت انا رحت قلت له طب ما تديني الفلوس وانا هتصرف، اصل انا برضه عندي مشاكل تانية. قال لك لا، بره عني مشاكلك التانية، وبره عني ان اديك فلوس، لان انا سبق وبعت فلوس لحاجه معينه انت صرفتها في حاجات تانية وما عملتش اللي انا قلت لك عليه. ده حصل، وراهن ان حد يكذبني، اراهن هفشخ اللي يكذبني. انا مش بطلع اسرق كده من دماغي. فهي الحوار كله في ايه بقى دلوقتي؟ انت كزمالك معاك 20 جنيه كمجلس. بص بقى، بص الاداري المحنك بقى، الاداره ما تكون محنكه، لا بعته وخدت منه فلوس، ولا معاك فلوس تجدد له، ولا راضي اللي بره يجددوا له، انت عاوز الفلوس. فالتاني قال لك لا، فتشني فتش، فلوس في ايدك لا، فلوس في ايدك لا، انت بتقول عندك مشكله في ده هحلها لك ومش هكلفك، ايه ال20 جنيه بتاعتك دي انا عاوزها بس، مش هتدفع غير ال20 جنيه دي يا اسطى يا باشا، يرضيك لا هي كده ومفيش غير كده يا باشا، وده اللي عندي، فهو دلوقتي المجلس يقول لك ايه بقى؟ الناس اللي جوه انا اقول لك بيقولوا ايه، يقول لها راحت فين؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك طب ما احنا ليه ندفع كل الفلوس دي للعيب واحد بس؟ ده الفلوس دي كفيله تخلينا نجدد ل2 3 ومش عارف ايه وايه. هو مش عاوز زيزو، هو عاوز الفلوس اللي هيدفعوها لزيزو يحطها في حاجات تانية. ليه؟ لانه معهوش فلوس، هو عاوز الفلوس دي شغالها يعمل بيها حاجات تانية. هو غير زيزو ما عنده عبد الله وعنده دونجا وعنده الونش وعنده المسلوسي، الناس دي عاوزه تجدد، غير انه جروس طالب لعيبه جديده. فهو عاوز اي فلوس يا باشا، هو عاوز اي فلوس. فهو دي مشكله ان زيزو ما جددش، ان في ناس هي اللي موقفه في الاداره، موقفه التجديد، بيطفشوه. بس التاني اصلا رافض يديك الفلوس دي. يعني انت برضو بتمارس نفس، مش عايز اقول الغباء، ما التاني باطن عليك وبيقول لك والله ما انا مديك جنيه. هو في الحوار ده
يا ده بلاش. طب انا عندي مشاكل تانية بره عني مشاكلك التانية، انا ما خلفتكش ونسيتك. المفروض المشكلة الجماهيرية عندك عند زيزو، دي تجديد زيزو، صح كده؟ انا هحلها لك. انا هجيب لك التذكرة وتسافر بلدكم. التاني مصمم ياخد فلوس التذكرة، يبقى انت مش هتجيب تذكرة، يبقى انت مش عايز تجيب تذكرة اصلا يا باشا. فهو دي الحدوتة. الحدوتة ان المجلس يدار بعشوائية. الحدوتة في فوضى إدارية. الحدوتة المركب ام ريسين بتغرق. الحدوتة ان مفيش قرار ثابت، مفيش تعدد في الدخول زي ما وهمونا وقالوا لنا وهنعمل وهنسوي والزمالك هيخش له. واوعى تقول لي مستلم النادي خراب، لان انا قلت لك قبل كده بلاش دي، لان كلهم مسلمينها لبعض خراب. ممدوح عباس مسلم لمرتضى منصور نادي بلا لعيبه، بلا بطولات، بلا فرق، بلا انشاءات. مرتضى منصور مسلم حسين لبيب في انشاءات وفي فرق، بس في ديون تقطم ظهر التخين. كلكم بتسلموها لبعض خراب. فما تقعدش تقول لي ده لا ده، لان انا ممكن لو انت اقول لك فلان مسلم فلان مسلم لحد ما نرجع لكابتن حلمي زموره. المشكله قائمه. المشكله مش مشكله المجلس ده ولا المجلس اللي قبله، هي مشكله قائمه في الزمالك من ازل الازلين. كله بيسلم لبعضه خرابه. مشكله الزمالك دايما ودائما الفلوس، الموارد الماديه، الموارد الماديه، هي دي المشكله. ولحد دلوقتي محدش قدر بكميه رجال الاعمال دي. احنا لسه برضه عايشين على السلف من الاستاذ ممدوح عباس، وبقول سلف ويا ريته ما يكونش سلف، يحسن يحصل في الامور امور ونلاقي الاستاذ ممدوح عباس تاني يوم في مجلس جديد حاجز لهم على المهندسين كلها مش على الزمالك. فهي ده اللي داير في المجلس. المجلس ملوش رئيس ياخد قرار قوي، ملوش رئيس ياخد يقول انا هاخد القرار واتحمل نتيجته قدام الجمهور وانا المسؤول عنه. المجلس ملوش رئيس قوي يقول اللي يتعمل يمين يمين شمال شمال، مفيش. عشان كده الدنيا دايما مبهواه. عشان كده تقدر تشوف الدنيا باخبار كتير وتسريبات كتير وكلام كتير. ليه؟ عشان مفيش رئيس قوي. في كذا رئيس، في كذا واحد شايفين نفسهم هو اللي احق يبقى رئيس، والوحيد اللي كلمته شبه بتمشي هو اصلا مش رئيس، هو قاعد بره النادي ومش عضو في المجلس، هو الاستاذ ممدوح عباس. ليه؟ لانه معاه مصدر القوه، الفلوس. الفلوس. السلام عليكم.